أصعب شيء لما بيجي لعندك زبون على المحل وبده يركب لصقة شاشة. بيجيب لك الموبايل عليه لصقة شاشة مزفتة مكسورة 40 كسر، 40 كسر مكسورة عليها الوسخ هيك. شلون عم يشوف فيها ما بتعرف. بيجي بيقول لك بدي لصقة شاشة، بقول له تكرم عينك بنركب لك. بتروح بتجيب لصقة الشاشة وبتركب له إياها. بقول لك دير بالك ما بدي يكون فيها نقطة هواء. انا بتعقد موسوس من هاي الامور. طبعا بتجيب له لصقة شاشة في مي. هاي هلق صارت معي يعني، هلق طلع الزبونة طلعت. دير بالك يكون فيها نقطة هواء. انا بتوسوس من هاي الامور ما فيني. والله لو اني فرجيكم الشاشة اللي كانت راكبة مزفتة سودة، وسخ عليها هيك. بدك تروح نص علبة من هاي وانت تبخ 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 وتمسح، تمسح كأنك عم تمسح سطح البيت لحتى تنظف الشاشة. وانت عم تركبها اوعى يصير في نقطة هواء. انا بتضايق، انا موسوسة من هاي الامور. شاب والبنت بيقول لك نفس الشيء، ما في مشكلة. واصعب ما علي يكون انا عم ركب اللصقة ويجي بيعمل لك راسه هيك. لا 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 خدها هيك، لا زيحة هيك، لا ما في مشكلة. انت يكونك على الساعة عم تركبها يعني الساعة في هوا، يعني انت بس عم تشتغل. لك هون في نقطة هوا، في نقطة هوا. يا ربي انا ما بحب، ما انا يعني بدي حدا يركب لك. يا عمي صلي على النبي، خلينا نعرف نشتغلها، خلينا نركبها. وبعد ما نقول لك تفضلي او نقول لك تفضل طلع فيها هوا كتير، بعدين كل هوا. المهم يعني انت بتتلبك لانه اللصقة عن جد بدها يعني، خصوصا يوم الهواتف شاشة كبيرة، شاشات كبيرة واللصقة وبلور، وبدها خصوصا في مي بتجي سميكي، يعني بدك بالزور لحتى تركبها. بتركبها من أحلى ما يكون. ممكن يكون هيك بالزاوية من تحت، يعني مو غبراي، لا لا نقطة هوا هيك ناعمة، يعني هي ولا شيء على سعر الشاشة تجيب لك إياها. طلع هيك ما في أشياء بضل بيتفحص هيك 10 دقائق. في هون نقطة هوا صغيرة. يا الله أنا بكره الموبايل كله. أنا ما فيني إذا فيه نقطة هوا بتوسوس. أنا عندي وسوسة من هاي الشغلات، ما عجبتني فكها. ما بصراحة لا، حرام، لا لا. يا ريتني صارت بزبالة يعني اللصقة عمليته يعني ما حلو مد ايدي على زبالة فرجيكم اياها. لكن معفني، معفني. ما لا لا ما فيني اتحمل. لك كيف انت كنت متحمل اللصقة لك عندك هيك؟ صار لها شي 6 شهور او سنة ونص على موبايلك. شلون عم تطص فيها ما بعرف. تمام خلص هذا ما في مشكلة، اهلا وسهلا. بتشيلها انت بتكبها بالزبالة، بتروح حقها عليك. مشان هو ما بيروح بيفتل كل محلات المنطقة، كل محل بيعمل فيه نفس الشيء. انه ما عجبتني ما بيكون عاطيه مصاري خلص. لحتى مع محل مو بمعلمية يعني تصدف صدفة تركب مزبوط، نقطة هالهوا ما تكون هي ما بتعمل شيء. نقطة هالهوا ها تمام بيدفع حقها. لك يا عمي حرام عليكم. يعني احيانا والله زبوننا من كرمال نقطة هالهوا مثلا في 100 انا بقول له 100 ليرة تركي، يعني افترض 3.5 دولار، بقول له خلص خدها ب50 ليرة. حرام انا فكها بس فكيتها كبيتها يعني مشان نقطة هالهوا. لا ما بيمشي. جيك زبون تاني معه بيت موبايل. لما بتفتح البيت انت وبدك تجرب له البيت اللي من عندك، بينزل منه شي كاسة رمل وسخ. البيت مزفت. يعني انا ما بتحمل. انا ما اقول اني صاحب محل موبايلات، بس ما بتحمل هيك كل يوم بالليل. بجوز انا قاعد بشيل محرمي معطرة، بمسح هيك البيت، بمسح الموبايل لانه نظافي يعني، مو لانه انا بحبه او كذا. لا انا عندي بدل البيت 10,000 بيت، بس قطعة انا شايلة يعني. ممكن حدا يشيله من ايدي، ممكن انا شايله مشان ارتاح نفسيتي فيه. بيطلع هيك بيقول لك هذا ما هو ستايلي. هذا الموديل بيكون شايل بيت سيليكون ها ابو النص دولار ورايح لونه، يعني هو لونه ابيض صاير اصفر، هو شفاف صاير اصفر مثل هيك. لا 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 انا ما يعني، انا البيت عم شيله موديل. انا فرجيه هذا البيت. لا لا هذا عندي منه. طب شوف هذا. لا لا عندي منه بالبيت. طب اذا عندك منه ليش ما عم تركبه؟ ليش مركب لي بيت صاير اصفر ودايره وسخ نشح جنني طبعا انا ما بحكي لك الزبونات فئة من الزباين عشان ما حد يزعل.
فبتيجي بتجرب له هذا البيت، بتجرب له هذا البيت، بتجرب له، ما بيعجبه شيء. لا لا لا، هذا مستحيل، هذا عندي منه، قسم بالله في بيوت انا بجيبها من الصين، ما في منها بتركيا، ما في. انا جبتها من المعمل، انا صممتها. هذا عندي منه 2 بالبيت، ما بيصير معي. او زبوني بتقول لك لا لا، هذا الزوجة جاب لي منه، خطيبي جاب لي، الماما جابت لي من السوق، نفسه اخوه شالفته بالخزانة. اعطيني شيء احلى.